كريسبي الدجاج. بس اليوم مش اي كريسبي الدجاج، الكريسبي الرطب من جوا المقرمش من الخارج. البهارات روعة. رح تشوفوا معي اطيب سندويش كريسبي، وكمان رح نعملها بالخبز العربي مع الثوم وصوص كوكتيل سبيشل رائع. شوفوا عندي ما اطيب هيدي الساندويتش. شوفوا عندي قديش هي منظرها شهي، ويلا نبلش. بداية عندي وعاء عميق، بدي بلش بخلطة الطحين، نص كوب من طحين متعدد الاستعمالات، وبدي ارجع اضيف 3 ملاعق طعام من النشاء، وايضا بدي ارجع اضيف نص ملعقة طعام من البيكنج باودر. وهلأ بدي ارجع كمان ضفلها رشة ملح على الخفيف، وعندي نص ملعقة شاي فلفل ابيض، وتقريبا 3/4 ملعقة شاي او ملعقة شاي ثوم بودرة، وايضا ملعقة شاي من البابريكا المدخنة او العادة، شوية زنجبيل بودرة، وربع ملعقة شاي من الكركم. وكمان بدي اضيف خلطة الشيف احمد ربع ملعقة شاي. هيدي اختيارية، يعني اللي عنده هيدي الخلطة واشتراها بيستعملها، واللي ما عنده اياها في يطلبها. اسفل الفيديو بتتواصلوا معنا على الرقم الموجود على واتساب داخل الاراضي اللبنانية، نوصلكم اياها وين ما كنتوا بلبنان. خلصنا من خلطة الطحين الجاف، وعندي الخلطة السائلة. عندي بيضة متوسطة بحرارة الغرفة، ربع كوب من الحليب السائل، رشة ملح كمان، وايضا بدي ارجع اضيف رشة فلفل ابيض على الخفيف، وبدي اضيف تقريبا 3 ملاعق ونص طعام من خلطة الطحين الجاف مع البهارات، لحتى اعمل هيدا الخليط سميك. يعني لازم يكون عندي سميك مشان بعدين يلتصق على الدجاج. هلا حطينا شوي، رح نرجع نضيف شوي. طبعا الكمية الكاملة هي 3 ملاعق ونص طعام، مع المقادير رح تكون موجودة اسفل الفيديو. بنحركهم ليصيروا عندي جاهزين بهيدا الشكل. شوفوا السماكة المطلوبة. هلا عندي هون افخاد الدجاج المسحبة وبدون جلد. هلا فيكن تستعملوا صدورة، نعم فيكن تستعملوا صدورة، بس ولكن جربوها بالفخاد رح تطلع جوسي ورطبة وكتير كتير طيبة. طبعا بدنا نحط هيدا الدجاج مع هيدا الخليط التتبيلة، ونتركن كمان ينتقعوا عنا على الاقل نص ساعة، واذا امكن ليلة كاملة بيكون كتير منيح. لصوص الكوكتيل الخاص فيي رح نحط مايونيز تقريبا 3 ملاعق طعام، وملعقة ونص طعام كاتشب، وتقريبا نص ملعقة طعام من الخردل، شوية صويا صوص مقدار نص ملعقة طعام، خل الرز كمان نص ملعقة طعام او خل ابيض اذا ما عندي خل الرز. بدي احط لها شطة حارة حسب الرغبة، لانه بدي اعملها حارة. بدي رشلي رشة اوريجانو حلوة ورشة فلفل اسود، وهيك بيكون عندي صوص كوكتيل كتير مميز بطعمه وكتير طيب وبالنكهة الحارة. طبعا بدي احركهم بشكل منيح مع بعض لا احصل على هيدا اللون الرائع ويكون عندي جاهز. هلأ بدنا نشيل هيدا الدجاج من النقعة لنبلش نعمله كريسبي. هلأ بدنا نحط الفخاد الدجاج بالخليط الجاف، وبدنا نرجع نقلبهم شوي شوي بهيدا الشكل 6 7 8 قلبات. ما بحاجة انه اضغط عليهم لحتى ما تروح عندي الزخرفات اللي بدها تبين معي بعد القلق. شوفوا عندي هلا صارت جاهزة، زيتها عم يتحمى على النار مباشرة. بنزل بالزيت محمى مسبقا، يكون حرارة متوسطة الى اقل بشوي، وبدي بلش اقليهم تقريبا شي 8 دقايق، لانه نفخاد الدجاج بياخدوا شوي اكتر من الصدورة. يعني خلينا نقول الصدورة 6 دقايق. طبعا حركة السكين اللي شفتوها هي بتفتح مسامات بقلب هيدا الدجاج ليستوي ويفوت الزيت، وهيدا الدجاج صار عندي جاهز. شوفوا ما اروعه، شوفوا لي هاللون قديش هو مبين، كمان الكريسبي والزخرفات، وريحته كانت كتير كتير طيبة. طبعا مشاهدينا بدنا نقطع هيدا الكريسبي ورح نسمعكم الصوت كيف هو. شوفوا حتى الدجاج كيف مبين عندي البياض تبعه من جوا، مع انه الدجاج بيجي لونه اسمر شوي مش مثل الصدورة، ولكن استواء كتير تام. هلأ صلصة الثوم
او التومية، بتلاقوا وصفتها اسفل الفيديو، لحط لكم رابط لها كتير رائعة، توم المطاعم. وبنرجع هلأ بنحط صوص الكوكتيل اللي عملناه، وبنحط شوية مخلل كبيس خيار يعني، والكريسبي. هلأ في ناس بتحب تزيد بطاطا مقلية، ما في مشكلة، فينا نضيف بطاطا مقلية، فينا نضيف سلطة مايونيز كمان، ما في مشكلة. بنلف هيدا رغيف الخبز على أبعة وحدة ليطلع عندي رقيق، ومنقطعه وبدنا نرجع طبعا بمقلاية على النار، أو إذا عندي ساب. هلأ هيدي المقلاية رح أدهنها بالزيت، وادهن الخبزة من فوق كمان بالزيت، وارجع من بعدها تقلن شوي او اضغطهم بمقلاية. ومثل ما قلنا اذا عندي ساب بستعمل الساب وبيمشي الحال. طبعا بدي احمرن مثل ما عم تشوفوا عندي. شوفوا قديش كتير المنظر رائع ومشهي ولذيذ. هلأ جهزوا عندي وصاروا جاهزين ومحمرين. طبعا بدنا نقدمهم وندوقهم، رح نقطعهم ل4 قطع. شوفوا لي الداخل قديش هو كتير شهي. طبعا ساندويشتين كريسبي بأقل سعر وأقل كلفة، مع صوص الثوم وصوص الكوكتيل اللي حتلاقوا الرابط تبعه أسفل الفيديو. وإن شاء الله يكونوا عجبوكم. وطبعا بدنا ندوقهم مع شوية صوص كوكتيل على الوجه. كتير كتير كانت رائعة هيدي الساندويشة. بتمنى لكم تجربوها، ونشوفكم بحلقة مقبلة. إلى اللقاء.